جلس مع راسك واحد الدقيقة. علاش شحال من مرة كنتي غادي في الطريق مزيانة، كنتي قريب للنجاح، قريب لشي فرحة كنتي كتسناها من شحال هادي، وفي آخر لحظة درتي شي حاجة اللي خربقات كلشي. يعني راه ماشي العين وماشي الحسد وماشي مشكل ديال الوقت، المشكل الكبير هو اللي في الداخل ديالك. هذاك الخوف اللي كيشدك في آخر لحظة، هذاك الصوت اللي في راسك واللي كيقول لك لا راك ما كتستاهلش. هذاك هو اكبر عدو عندك، هو النفس ديالك. اليوم غادي نتكلموا على اكبر فخ كيطيح فيه النفس البشريه، تدمير الذات. او غادي نقول لك علاش انت اللي كتحفر راسك، وكيفاش تحبس هاد الحرب اللي في الداخل ديالك قبل ما تضيع لك حياتك كامله. بزاف منا كيحسب ليهم باللي حنا كنبغيو ديما الافضل لراسنا، ولكن الحقيقه هي بان النفس ديالنا كتقلب غير على الامان وماشي بالضروره على السعاده. النفس اللي كبرت وسط المشاكل او وسط الانتقادات كتعود على واحد النمط معين، ونهار كتجي الفرصه باش تبدل حياتك النفس ديالك كتحس بالخطر. بالنسبه ليها التغيير هو مجهول، واي مجهول فيه خوف. داكشي علاش بلا ما تحس كيبداو يخرجوا منك شي تصرفات غريبه، كتولي كتعصب على اسباب تافهه، كتولي كتماطل وتاجل في الخدمه ديالك، او كتحس بواحد العيام مفاجئ غير فاش كتبغي تبدا شي حاجه زوينه. ونعاود نقول لك هذه راه ماشي عين صابتك، هذه راه النفس ديالك اللي كدير بحال شي فرامل باش ترجعك لبلاصتك القديمه، حيت تما فين كتعرف تعيش، واخا هذاك العيش كيكون مر وما زوينش. باش تعرف واش انت كتحفر راسك بيديك، شوف واش هاد الامثله كيطراو لك في حياتك. اول حاجه هي واحد العقده عندنا كاملين، وهي عقده حتى من بعد. كيكون عندك مشروع زوين بزاف، اولا باغي تبدا تتعلم شي حاجه جديده اللي غتغير لك مستقبلك كامل، ولكن فاش كتحط الورقه والستيلو كيطلع لك واحد العجز غريب، كتقول حتى الغدا، حتى النهار الاثنين. هذا المماطله ماشي لانك معجز، ولكن لان النفس ديالك خايفه من المسؤوليه اللي غادي تجي من هذا النجاح. تاني حاجه بحال تخريب اللحظات الزوينه. تخيل معايا كيكون نهارك غزال، كل شيء غادي فيه هو هذاك، وفجاه كتمشي تجبد شي مشكل قديم مع شي حد عزيز عليك، او كتفكر شي ذكرى خايبه باش تعكر المزاج ديالك. علاش هادشي كامل؟ خير حيت النفس ديالك ولفت على النكد، ومبقاش كتعرف تعيش في الراحه والطمانينه. ثالث مثال، العلاقات اللي كتعاود، وهذا الشيء كلنا عشناه واحد المره. كتلقى راسك ديما كطيح في نفس النوع ديال الناس اللي كيأذيوك، واخا نقول هاد المره غادي تكون مختلفه، كترجع لنفس الحفره. هذا الاختيار راه هو لا واعي، لان النفس ديالك كتميل لداك الشيء اللي كتعرفه واخا يكون قبيح، حسن ليها من شي حاجه زوينه اللي ما عارفاهاش. واحد المثال رابع وهو الخوف من اش غيقولوا الناس. هذه هي الضربه القاضيه، كتكون عندك فكره زوينه بزاف ولكن كتحبس حيت خايف من الضحك والانتقاد. في الحقيقه هذا غير عذر كتعطيه لنفسك باش ما تحاولش اصلا، وباش تبقى في بلاصتك وبلا مخاطره. دابا بعد ما عرفنا المشكل، السؤال هو كيفاش نخرجوا من هذا السجن، واش كاين امل؟ الجواب هو نعم كاين امل، ولكن كيطلب شويه ديال الشجاعه. الخطوه الاولى هي الوعي. النهار اللي غتحس فيه باللي بداتك ديك الرغبه باش تهرب او تاجل شي حاجه مهمه، وقف وقول راسك انا عارف باللي هذه غير النفس ديالي اللي خايفه وماشي الحقيقه. غير هذا الاعتراف كيخليك انك تشد النص ديال الطريق وتبدا في حياتك جديده. الخطوه الثانيه هي الصبر. تعلم تصبر على النجاح وعلى الفرحه. نهار يوقع لك شي حاجه زوينه ما تقلبش على المشكل، نفس بعمق واستمتع باللحظه. درب نفسك باللي راك كتستاهل الافضل، وباللي السعاده ماشي فخ ولكن حق من حقوقك.
الخطوة الثالثة هي أننا نتصالح مع الفشل. أكبر سبب كيدفعنا ندمروا راسنا هو الخوف من الفشل. خاصك تفهم بلي الفشل هو مجرد درس وماشي نهاية العالم. فاش كتقبل بلي تقدر تغلط، النفس ديالك كترتاح وما كتنتقمش منك بالتوقف. الخطوة الرابعة هي أنك تقرب من الخالق، من الله سبحانه وتعالى، وهذه هي أجمل خطوة في الحياة. هذا كيرجعنا للدور ديالنا وديال الروح ديالنا. فاش كتعمر قلبك بالتوكل والحسن الظن بالله، النفس كتهدن، كتولي عارف باللي كاين اللي حاميك وباللي الرزق والنجاح بيد الله ماشي غير بالمجهود ديالك بوحدو. هاد الطمأنينة هي اللي كتهرس السلاسل وكتقدر انها تدمر هذاك الخوف اللي كيكون في داخل ديال النفس ديالك. وفي الاخير بغيتك تعرف باللي انت ماشي هو داك الصوت السلبي اللي في راسك، انت اكثر من داك الشيء، واكثر من داك الشيء بزاف. حياتك غتبدل نهار غتقرر تحبس الحرب مع راسك وتبدا تدعمها. الى وصلتي لهنا قولي في التعاليق انا كنتصالح مع نفسي، وشارك معنا شنو هي اكثر حاجه كتحس بها انها كتعطلك في حياتك، واش الخوف ولا العجز ولا كلام الناس. خليتكم على خير، ونتلاقاو في حلقه اخرى باش نفهموا النفس ديالنا بطريقه اعمق وافضل واحسن.